ما بياخدش في تحضيره 10 دقايق، ونص ساعة في الفرن ويكون جاهز. بيطلع بقى خفيف وطري، وطعمه بيبقى رائع. المافن المالح مليان بنكهات وأطعمة حلوة قوي، مناسب جدا لللانش بوكس أو للفطار أو العشاء. واحنا واقفين في المطبخ ممكن نعمله على طول، مش هياخد 10 دقايق، ونحتفظ بيه في الفريزر وهو لسه طازة، ووقت ما نحتاجه نطلعه ندفيه، بيبقى كأنه لسه معمول حالا. يلا بينا نعمله على طول. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. هنحتاج بيضتين بحرارة الغرفة، هنحط عليهم كوباية إلا ربع من الحليب، ونص معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وربع كوباية من زيت الزيتون، وكوباية زبادي اللي هي الحجم الصغير، تقريبا 110 جرام. وهنخلط بقى المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا لحد البيض ما يختفي تماما. وبعدين هنضيف عليهم كوبايتين من الدقيق، هنضيفهم تدريجيا شوية بشوية عشان ما نلاقيهوش عمل معانا كتل. ويا ريت طبعا ننخل الدقيق قبل ما نستعمله عشان يدينا نتيجة كويسة. هنخلط لحد الدقيق ما يختفي تماما وما يبقاش فيه أي كتل خالص، وده بيبقى قوامه في الأول ناعم وقريب شوية من قوام الكيك، لكن لما بنحط عليه بقية المكونات قوامه بيتقل شوية. هنحط عليه بقى شوية خضار حلوين، فلفل ألوان هنستعمل ربع واحدة من كل نوع، أو ممكن نستعمل نوع واحد بس، وربع كوباية من الزيتون أسود أو أخضر أو نوع واحد من الاتنين، كلهم قطعتهم لمكعبات صغيرة. وحطيت معاهم كمان شوية من الروز بيف مقطعاهم في قطع صغيرة، ممكن تحطوا بدلهم بسطرمة أو تستغنوا عنهم خالص. وهنحط عليهم كمان كوباية ونص من الجبنة الشيدر، موتزاريلا، أي نوع جبنة انتوا حابين تحطوه فيها. وهنخلط بقى المكونات تندمج مع بعضها كويس، وكده خلاص بقى جاهز. وده بيبقى القوام بتاعه بيبقى تقيل شوية، لو حسيتوا انه تقيل قوي زودوا معلقة او معلقتين من الحليب، هيظبط معاكم. وهنكون محضرين صينية الكب كيك، ندهنها بأي مادة دهنية، وهنحط عليها رشة من الدقيق تغطي القالب كله، وننفضها من أي دقيق زيادة فيها، ونملاها كلها بالخليط. الكمية اللي عملناها دي هتعمل معانا 12 واحدة بالظبط. وفي الآخر خالص ممكن نحط على الوش شوية من الزيتون أو الفلفل الألوان. ممكن كمان نحط من صلصة البيتزا، هي بيبقى طعمها وريحتها قريب جدا من البيتزا. رشيت على الوش شوية من البابريكا والزعتر. وهندخلها فرن هنكون مسخنينه على درجة 170، مسخنينه من قبل ما نبتدي. هتاخد من 30 ل 35 دقيقة، ونختبر نضجها بعود خشب من النص. لو لسه في عجين هنسيبها كمان 5 دقايق، ولو احتاجت نفتح عليها الشواية تاخد اللون الحلو ده. نطلعها من الفرن ونسيبها تهدى بس شوية، وبعدين نحطها على شبكة، ما نسيبهاش في القالب كتير عشان ما نلاقيهاش طريت من تحت. بصوا بقى الجمال ده وانتوا بتفتحوها كده، هتلاقوا ريحتها تجنن، هشة وطرية وفيها مطة الجبنة الحلوة، طعمها حقيقي رائع. من وهي في الفرن ريحتها مالية البيت كله. جربوها ومتأكدة انها هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. اشوفكم على خير.